الملك محمد السادس تفضل وأعطى تعليمات من مساعدة الجزائر في مكافحة حرائق الغابات. تمت تعبئة طائرتين لإخماد الحرائق من طراز كانادير للمشاركة في هذه العملية. السلام عليكم ورحمة الله. الملك محمد السادس يصدر أوامره بإرسال طائرات مجهزة على أعلى مستوى لإطفاء حرائق الجزائر، وانهيار علي بن شيخ بالبكاء على الهواء بعد هذا القرار. شاهد ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت تتفق بأن ملك المغرب يمتلك إنسانية كبيرة ومواقف خالدة، فاضغط إعجاب بالفيديو وعطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على نبينا الكريم. بعد محاولات كثيفة من قوات رجال الإطفاء الجزائرية لإخماد الحرائق المنتشرة وسط الغابات بالقبائل الشرقية بالجزائر، والتي قضت على الأخضر واليابس، إلى أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل، مما أجبر الرئيس الجزائري لإطلاق آخر نداء استغاثة للجار المغرب، حيث أدلى الرئيس الجزائري تبون في خطاب مباشر نقله التلفزيون الجزائري منذ قليل، وقال: نحن في محنة شديدة وكارثة إنسانية ودمار بالاقتصاد. لقد سجلنا أكثر من 6000 حالة وفاة حتى هذه اللحظة، وخسائر مادية فادحة تقدر بالمليارات. لقد فعلنا كل ما بوسعنا لكي نطفئ هذه الحرائق، واستخدمنا كل ما نملك من معدات وطائرات، لكننا لم ننجح في السيطرة على هذه الحرائق. ولهذا فأنا ألجأ لجارتنا المغرب، وأنا أعلم أن المغرب لن يرفض مساعدتنا، فنحن بحاجة الآن لمساعدتكم. وأعلم تماما أن المغرب ستنجح في إنقاذ الجزائر، لأنها تمتلك أحدث وأفضل الطائرات المتخصصة لإطفاء النيران في أفريقيا والعالم العربي. نحن بحاجة إنسانية لمساعدتكم إخواننا بالمغرب لإنقاذنا قبل أن نقع في كارثة مأساوية. وبالفعل تفاعل الملك محمد السادس ملك المغرب، وقام بإرسال الطائرات المتطورة والتي تختص بإطفاء النيران الهائلة مهما كان وضعها. والحمد لله تم السيطرة على النيران المنتشرة وإخمادها تماما، والتي كانت ستتسبب في كارثة اقتصادية ومأساوية لولا تدخل الطائرات المغربية المتطورة. وفي النهاية، إذا كنت تتفق بأن المغرب هم أطيب وأفضل شعب في العالم، فيرجى الإعجاب بالفيديو، ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.